السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده هنعمل كيكة بالبرتقال بقى، حاجة سخنة كده وحلوة في الشتاء اللي احنا فيه وفي البرد. احلى حاجة واسهل حاجة، وبيضتين بس وممكن بيضة واحدة. تعالوا بسرعة نقول لكم المقادير وهقول لكم ازاي تطلع هشة وجميلة كده. انا هعملها ببيضتين وهستخدم قشر البرتقال. هنبشر، بصوا انا محتاجة بس ايه، يعني زي نص معلقة كده. هنبشر حبة كده من البرتقال. القشرة الصفرة بس، انا مش عايزة البيضة اللي تحتيها. وهنعصر بقية البرتقانة. لا، البرتقانة اللي انا بعملها دي سكر، عشان كده بتنزل مية كتير. عملت لي حوالي نص كوباية وزيادة شوية، مش محتاجة انا اكتر من كده. هنحط البيضتين وهنعمل كوباية سكر. انا بحب الكيكة مسكرة. انت ممكن تقللي، لو انت مش بتحبي السكر قوي ممكن تقللي شوية. وهنحط عليها فانيليا، وهنحط معلقة صغيرة خل، وهنحط معلقتين سمنة. خدتوا بالكم من معلقتين السمنة؟ معلقتين فقط. بعد كده هنجيب كوباية ونص دقيق، هننخلهم وهنحط عليهم بيكنج باودر. خلي بالكم ان السكر مع البيض مع مع السمنه اتضربوا كويس قوي 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 لحد ما السكر يدوب، معهم الفانيليا ومعهم معلقه خل. دلوقتي انا نخلت المواد الجافه وهحط البيكنج باودر، وبعد كده هقلبهم كويس مع بعض. وهحط معلقه معلقه بعد ما السوائل بتاعتي تتعمل. على فكره البيضتين دول كبار، لو انتي البيض عندك صغير ممكن تحطي بعد ما تضربي، يا اما تزودي البرتقال شويه. انا حطيت طبعا نص كوبايه البرتقال معاهم. لو انتي البيض صغير او عايزه تحطي بيضه واحده، زودي البرتقال شويه او حطي حبه ميه عادي. وكمان هحط معلقتين كبار نشا. وبعد ما اتضربوا، بصي القوام عامل ازاي. خلي بالكم ان في الاخر خالص انا الكاميرا ما صورتش، حطيت شويه زيت، حوالي ربع كوبايه زيت سرسوب كده وهي شغاله المضرب وهو شغال. حطيت ربع كوبايه زيت او شويه اقل من ربع، شويه وهي شغاله. بتدي قوام تحفه تحفه وبتدي طراوه جميله. هنشغل الفرن من تحت بس لحد ما الحروف تحمر، وبعد كده بتشغلي الشوايه زي ما انت شايفه كده على ال 180. وخلي بالكم كويس قوي ان انتوا تتابعوها، لان هي بالكتير قوي بتقعد نص ساعه في الفرن. عايزه اقول لكم ان انا لما عملت الصينيه زودت منها السمنه من تحت، عشان لما اجي اقلبها تتقلب معايا بسهوله زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، في منتهى الجمال من جوه، هشه وجميله وطريه. على فكره المقادير اللي انا قلتها على صينيه صغيره، لو انتوا عايزين تكبروا الصينيه زودوا المقادير، يعني ضعفوها. تمام، لو انتوا صينيه اكبر من كده. وفعلا كيكه بالبرتقال تستاهل بقكم. جميله جدا وطريه. شويه الزيت اللي احنا حطيناهم في الاخر، بس طبعا الكاميرا كنت فكرها مفتوحه. بتدي غناوه للكيكه وبتدي طراوه جميله. بتبقى طريه معاكي، بتفضل معاكي كذا يوم زي ما انت عايزه. طبعا بره التلاجة بتبقى اهم حاجه ان انت تغطيها. بصي من جوه عامله ازاي، بجد والله مش هتندم، منتهى الجمال. معلش يا جماعه الاضاءه عندي ما كانتش تمام، بس ان شاء الله هظبطها. ممكن تعمليها كل يوم، يعني ممكن تعمليها كل يوم، مقادير بسيطه واقتصاديه جدا جدا جدا. واشوفكم على خير، ما تنسوش اللايك. باي باي.